ايه رأيكم بقى طبق خفيف كده ومش مكلف، وزي ما اتفقنا ان احنا لازم نقتصد ولازم نخلي بالنا من الاسعار جامدة جدا يا جماعة، فلازم نقتصد. تعالوا بقى نصبح على بعض الاول ونقول صباح الفل. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. وصل على الحبيب قلبك يطيب حسناتك تزيد. وقلنا دايما واحنا واقفين في المطبخ لازم نصلي على الحبيب، ولازم نقول الأذكار اللي تقدري عليه تقوليه في المطبخ، تاخدي حسنات الذكر وتاخدي حسنات الوقفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يوعدنا جميعا بزيارة الحبيب. السنة دي إن شاء الله تكون سنة جديدة علينا وسعيدة علينا، وإن شاء الله كل أمنياتنا تتحقق بإذن الله. عملنا كوباية الشاي، ظبطنا بقى الدنيا مع بعض كده زي ما انتوا عارفين. ويلا نقول بقى هنعمل اكل ايه. انا احترت اعمل اكل ايه، بس زي ما قلت لكم كان برضو اليوم دوت والله عندي اكل، فمش عارفة، عايزة اكمل جنبه اكل تاني. مش اكل تاني، مش زيادة، لا، بس انا عشان ياكلوا الاكل البايت. كان عندي طبق من السجق زي ما انتوا شايفينه كده، كنت جايباه من الجزار وانا بجيب اللحمة. وبعدين الكيس التاني دوت كنت حاطة فيه شيش طاووق، بس بصراحة رجعت في كلامي ودخلته. هنعمل بقى ايه الطبق الحلو دوت. تعالوا بقى اقولكم هنعمله ازاي، وطريقة السجق يعني طريقة حلوة قوي هتعجبكم جدا. والله هتعجبكم قوي، وبين وبينكم برضو هتزود كده في الكمية، وهتكفي كده عائلة كده 5 6 افراد. ازاي؟ هقولك ازاي. جبنا الطاسة، حطينا فيها معلقة من الزيت، عشان زي ما انتوا عارفين برضو مهما كان بيبقى هو كله دهون. وبعد كده شطفته كده شطفة تحت الحوض بايديا كده وانا ماسكاه، ما نقعتش طبعا ولا الكلام ده. وحطيته بقى ايه، شوحته الاول طبعا وش وظهري كده زي ما انتوا عارفين بقى حركة التشويحة دي. وبعد كده بقى هاتي بصلتين 3 4، قطعي بقى بصل. تمام تمام. احنا خلي بالك عايزين برضو نزود الكمية، مش عايزين برضو ايه، عايزين ولادنا كده بقى ايه، حاسين الاكل كتير قصادهم وما شاء الله يملى العين. تمام كده تمام. هاتي بقى بصلتين 3 4 كمان، وقطعي ايه بصل كده حلو زي ما انتوا شايفين. هنقطع بصل بس يا نجلة؟ لا اصبروا بس. وكمان معلقة بقى من الثوم انا مفرزاه، ومعلقة كده من الايه، من الفلفل الايه المطحون، اللي احنا بنقول عليه معجون الفلفل يعني. تمام، برضو انا مفرزاه. تمام تمام. ودي بقى تقليبة كده، وخليه بقى ياخد ايه ويدي ايه بشكل ودي مع نفسه زي ما انتوا شايفين كده بايه. بقلبه بقى البصل مع الثوم. بصوا، مش هقول لكم غير لما تجربوا وشموا انتوا بقى الريحة الحلوة اللي طالعة من السجق دوت. حطينا بقى ايه، قلبناه بقى يمين وشمال، وانا عايزة كله بقى ايه يشرب من بعضه، يشرب ايه، يشرب طعم الايه البصل والثوم، وكمان معجون الايه الفلفل الحار، بس مش هيخليه حار ولا حاجة، ما تقلقيش. تمام تمام. يلا بقى هنعمل ايه تاني، هنقطع ايه تاني. لا انا مش هقطع حاجة دلوقتي. انا هحط ايه معلقة من الطماطم او الصلصة الجاهزة، علشان ايه دي اللي كانت عندي بصراحة. انا كنت المفروض احط كده معلقتين كمان، ما كانش عندي غير المعلقة دي. بس انا هعمل حاجة كمان. هعمل ايه، هقطع عليه طماطم. يعني انا مش حطيت بس المعلقة الصلصة وبس، لا ده انا كمان هقطع عليه الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. خدي بقى طماطمتين 3 4 وقطعي. دي بقى الطريقة اللي بتتعمل في المحلات، او في عربيات زي ما انتوا بتشوفوا كده، عربية الكبدة والسجق والكلام ده. بيبص بقى بيحطوا عليه الحاجات الكتيرة دي عشان يزود الكمية. ولما يجي يعمل طبعا السندوتشات زي ما انت عارفة بتبقى كلها برضو معظمها بصل وطماطم وفلفل والكلام دوت. انا لقيت عندي برضو قرن فلفل حامي حطيته. هنا بحط ايه، ببشر الجزر. وبشري بقى جزراية جزرتين، انا بصراحة بشرت جزراية كده كبيرة واحدة بس، عشان بصراحة كنت عايزة اخلص بسرعة، لكن لو عندي وقت كنت عملت جزرتين كمان.
بشرت هنا جزراية، وكنت قطعت البصل والثوم وقرن الفلفل اللي انتوا شايفينه الحامي ده، وكمان طماطميتين تلاتة مع الثوم مع الايه مع معجون الطماطم، وكمان معجون الايه الشطة اللي هو الفلفل الحامي الأحمر. كل دوت احنا بنقطعه في الايه في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا السجق، هنكتر الكمية وهنكبر الكمية، وان شاء الله هنخلي الكمية تقضي لكذا فرد كمان. يعني الكمية دي ممكن ما شاء الله تقضي لك بتاع 5 أفراد ياكلوا ما شاء الله يشبعوا كمان. زي ما انتوا شايفين كل الناس تعبانة بسبب الأسعار. الأسعار زادت جدا، وبجد بجد لازم كلنا نرحم بعض. ولازم برضو يومين يعني هنزلك فيديو إن شاء الله أعرفك فيه إن شاء الله بدون مقاطعة تعملي ايه كل أسبوع، والفلوس ان شاء الله هتكفي معاك ازاي. هنتكلم مع بعض وهقولك تفطروا ايه وتتغدوا ايه وتاكلوا ايه كل يوم، ما تقلقيش ان شاء الله باذن الله. والفلوس هتكفي ان شاء الله ببركة ربنا، الفلوس ان شاء الله هتكفي. هنا بقى حطينا خلاص كل حاجة، يلا بقى نحط التوابل. انتوا عارفين طبعا ان السجق بيكون متبل اصلا عند الجزار، وهو بيحط له الايه اللحمه المفرومه. بس احنا برضو لا مانع ان احنا برضو لازم نبهره كده بشويه ملح، شويه فلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده. حطيت شويه فلفل اسود وشويه ملح، طبعا ده اساسي. هحط عليه ايه كمان؟ هنا بقى حطيت عليه شويه من القرفه. انا بتعامل معاه على انه كانه لحمه يعني. وهنا كنت ببشر جوزة الطيب، بس مش باينة قوي يعني معلش، الكاميرا ما كانتش جايبه او انا ما كنتش واخده بالي. جوزة الطيب وفلفل اسود والملح، وشويه صغيرين كده من القرفه كده تديله ريحه وطعم جميل. وقلبي بقى قلبي بصي، عايزه اقولك بقى القرفه مع جوزة الطيب عملت بصي ريحه تحفه وطعم جميل جدا جدا جدا. شفتي بقى الطاسة ما شاء الله، بصي الكمية قد ايه، كمية زادت وما شاء الله بقى. ممكن تعملي جنبيها مثلا بطاطس مهروسة، ممكن تعملي بطاطس محمرة. عايزين نرحم شوية الزيت وتوفري شوية من موضوع الزيت دوت، اعملي بطاطس مسلوقة وتبقى وتهرسيها وتبقى في منتهى الجمال جنب الأكلة ديت. بجد هتبقى أكلة حلوة قوي. ممكن تعملي برضو شوية مكرونة زي ما أنا عملت كده. هنسيبها على النار ومش هنحط عليها مية ولا أي حاجة، هو بينزل ميته لوحده. بص بسم الله ما شاء الله، بص بيشكشك هناك ازاي زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص استوى وبقى زي الفل. عايزه اقولك الطعم جميل. الصوص بتاعه ما شاء الله، ما تيجي تغرفي كده هتغرفي بقى الصوص بالسجق. بصي بقى ما شاء الله الكميه هتقضي قد ايه، كميه حلوه قوي قوي قوي. وطبعا ممكن انت كمان السجق بقى وهو جوه الطاسه كده، ممكن بالسكينه تقطعي قطع صغيره. تمام. هتلاقيت برضو الكمية بتزيد معاكي. لازم يا جماعة نعمل محاولات للاقتصاد شوية في ايه ان احنا بنعمل لأولادنا الحمد لله الاكل وكل حاجة، بس لازم تفكري وتفنني بطريقة الكمية ان انت تزوديها. هنا مثلا ما شاء الله بصوا البصل مع ما شاء الله مع الطماطم مع الجزر مع البصل مع كل ده، بسم الله ما شاء الله عمل كمية حلوة قوي. هنا بقى عملت مكرونة محمرة برضو عشان نوفر شوية الطماطم والكلام دوت، ومعاها السجق زي ما انتم شايفين كده. حاجة تفتح النفس وحاجة جميلة وأكلة حلوة قوي وخفيفة ومش هتكلفك كتير. ربنا يا رب يوسع رزقك ورزقي ورزق الجميع. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. وأهلا وسهلا، نورتيني في قناتي، وبإذن الله هنزل لك فيديو إن شاء الله يعني نتكلم كده فيه مع بعض، ونقول هناكل ايه والفلوسنا هتتوفر ازاي. واختما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحبكم في الله.